هلو صبايا، رجعت لكم بفيديو جديد. واليوم حنفتح طلبية شي ان، واخيرا وصلتني على دفعات، بس رح صورها كلها بفيديو واحد. رح نقارن بين الصور وبين الموقع، تمام؟ ورح احكي رأيي بكل صراحة وشفافية. جيبوا جات البوب كورن ويلا نقعد نفتحهم ونشوف شو القطع وشو الاشياء اللي جايبتها هالمرة. خلينا نبلش بشي قوي. رح بلش بالشوز هذا، كتير متحمسة اشوفه، كتير متحمسة اشوف كيف على الواقع. اوكي مبدئيا اجتني صدمة باللون، المفروض اللون يكون خمري او احمر، مو هيك. اوكي خلينا نتغاضى ونشوف تفاصيلها وبعدين بقرر اذا رح احب او لا. موديل الكعب، هلا في فرق بين الصورة، يمكن بتذكر الكعب كان دائري بس كتير حلوة. هلا ما اذا هون ما بتمط، ما بعرف يعني كيف رح تلبس الرجل فيها، رح جرب البسها. بس هلا مبدئيا كخامة كتير حبيتها بصراحة. اللون مانو احمر مثل ما مبين، في فرق باللون، وهي مشكلة بصراحة. ما كان بدي اياه يكون هيك اللون مانو احمر كتير، لا ما احمر ومانو خمري حتى او برغندي، نو اللون جاي على بني محروق او برتقالي محروق هيك. اوكي انا لابسه بيجامه منا مناسبه لها، بس اجت هيك. هلا اللبس صعب بس كمان كتير حبيتها بصراحه. اوكي بصراحه رايي بصراحه بعد ما قستها طبعا عم بلهت، لانه بدها معامله لحتى الواحد يقدر يشلحها ويرجع يلبسها، لانه من هون ضايقه. يعني انزعجت من شغله انه لونها غير الموقع. اللون ما احمر، انا كان بدي اللون يكون احمر او برغندي، يعني هو اللون احمر على الموقع. رح احط لكم صوره على جنب لحتى تشوفوا. الكعب كتير عالي، فممكن رجلكم توجعكم اذا طولتوا فيها او لبستوها كتير، رغم انها كلاس وحلوه. بس ضايقت على اللون لانه الشنطه اللي موصيتها لونها خمري، فرح تجي ما رح تطبق معه. اوكي خلينا نشوف الشنطه هاي. شوفوا شناتي شي ان بتجنن، انا كتير بحبهم، كتير صايرة عم حبهم وعم حب وصي منهم. حبيت. تجي من جوا هيك، الطول تقريبا يعني فيها مساحة حلوة، كتير كيوت، كتير حبيت. حتى الجلد تبعهم بيجي حلو، يعني مو انه من هدول الشنات اللي دغري بيخربوا او هيك، لا بيجي جلده حلو مرتب. اوكي خلينا نفتح القطعة الثانية صبايا، وخبروني لو مكاني وجبتوا البوت بترجعوه او بتخلوه. انا هسه محتارة بصراحة. هذا وصلني، هاي الشنطة كمان وصلتني قبل بأسبوع من الطلبية هاي، تمام؟ شوفوا قد حلوة، فقلت لا اورجيكم اياها، ان كتير حبيتها بصراحة. حملتها مرة واحدة. كتير حلوة، كتير حلوة. لونها اللون الرمادي الدرجة هاي، طبعا لونها الرمادي، وفتن مبين على الكاميرا او لا، لونها بيجي هيك رمادي حلو. الحجم تبعها شوفوا صح، الحجم هيك بس بالطول طويلة، تمام؟ يعني حتى لو من هون صغيرة الطول طويلة، فكتير حبيتها بصراحة. اوكي هلا هذا الفستان جايبته للوجين، تمام؟ بيجي مثل هيك فستان. لا هاي طقم تنورة، لا مو معقول. اللي بتذكر انه انا اللي جايبته فستان مو طقم تنورة. او ماي جاد. اول شي شوفوا هون خربان، هي اول شي من اول ما فتحنا القطعة. هون في مطاط، من هون مفتوح وما في مطاط، تمام؟ شوف كيف. المهم انا ماني موصية طقم تنورة، ماني موصية طقم تنورة وجاكيت، كان فستان وفوقه جاكيت. رح احطلكم الصورة على جنب كمان لحتى تشوفوا انا عن جد انصدمت. على كل حال طقم حلو، هو الطقم حلو هذا، بس انا كنت حاسبة حساب انه فستان مو تنورة. اجا بجنن، كتير حبيته بصراحة.
رغم اني انا مخربطه لسه ما شفت الصوره، يا اما هو هيك بيجي، بس كتير حلو اجا. ورجيني. اوكي خلينا نكمل. طبعا كتير حبيت الطقم، اجا ظريف بصراحه. هلا هون شو هذا الفستان بيجي شيفون. تجمعات الأكياس هنيك. المهم هاد الفستان رح احطه على العلاقة وورجيكم اياه. لحظة، هلا هو هون المفروض يجي له فقشة. بيجي له فقشة هيك من عند الفخذ لآخر لعند الرجلين لتحت. بحط لكم صورة على جنب كمان ليتوضح كيف على اللبس. وبيجي كيف قماشته. اوكي هلا هي بتخيل كتير، ما توقعت لهالدرجة، بس حلو يعني. خليني اورجيكم اياه بطريقة اوضح. اوكي شوفوا صبايا، كتير حبيته بصراحة. متأكدة على اللبس كتير حبيته بصراحة. الفستان كتير واو، متأكدة بيطلع على الجسم بعل. وهون تقوم صوف هدول قد العمر 13 سنة. كتير حبيتهم كمان بصراحة. بيجوا جاكيت هيك مع تنورة، نفس طقم موديل طقم بنتي، بس هدول عمر أكبر. بيجوا هيك فرو كتير حلوين، رح أورجيكم إياهم كمان بطريقة أوضح. هي مثل هيك كمان اللي بتحب توصي لأولادها أو شي. بيجي طقم التنورة هيك مع الجاكيت كتير حلو، كتير حبيته بصراحة. حتى الفرو فرو سميك وتقيل يعني مو أي نوع. وهذا الطقم الثاني منه، ومع كل طقم في جزمة. طبعا الستايل هذا كتير حلو، هذا الستايل كتير حلو، ستايل شتوي بجنن. للولاد كتير بحب ستايلات الجزمة اللي مثل هيك. الخامة تبعها كتير حلوة ترى، مانا كتير سميكة ومانا كتير رفيعة أو هيك، خامتها حلوة. كتير حبيت بصراحة هاي الستايل. عن جد كنت عم بحكي كتير حلو للولاد، كتير حلو للولاد بعمر 10 سنين 11 سنة 13 سنة هيك. بحس هاي الستايل كتير حلوة. اوكي وكمان مع الطقم الثاني في جزمة تانية. هذا بيجي طقم رسمي لقعدات الصبايا لهيك يعني، للجماعات النسوان وكذا، وبيلبس كمان للمناسبات يعني بيلبس، بحس بيلبس كتير حلو. خلينا نشوفه سوا. اوكي اول شي القماش اللي بتتجعلك كتير انا ما بحبها. مع انه الطقم كان كتير عاجب. المهم كنت عم قلكم انه هاي القماشة اللي بتتجعلك وهيك اللي بدها كوي ما كتير بحبها، لانه ما بحب اكوي. بس هلا خليني اشوف الطقم، رح احاول اورجيكم اياه على اللبس كمان. كقماشة وكخامة تقيلة وحلوة يعني، حبيت. بيجي من تحت هيك عريض كتير. بنكمل موديل الجاكيت نشوف. اوكي القماشة بدها كوي، بيجي مثل هيك. لحظة، رح احط لكم صورة كمان تكون واضحة لحتى تشوفوا. بيجي من هون هيك عليه بروش حلو بصراحة. وموديل جاكيت رسمي يعني بهاي الطريقة، رسمي بس بطريقة للحفلات وكذا، عرفتوا. مشكلته بس انه بده كوي. اوكي شوفوا كيف موديل الجاكيت بيجي لنص الخصر تقريبا، وبيجي له مثل هاي الاشارة هيك. عاطية موديل كتير حلو بصراحة، كتير حبيت. هذا البروش عاطيه فخامة وتقل اكتر، بس بده كوي. بس طبعا هلا مالي خلق كوي، رح قيسه هيك وورجيكم اياه. يعني بكوي بس بدي البسه لشي مناسبة او قعدة او جمعة. بس كتقييم اولي الطقم بياخد 8/10 لانه بده كوي. كم مرة صرت قايلة بده كوي، عيدولي عدولي بالكومنتات. هلا جينا لاكتر قطعة انا متحمست لها. في عالم بتقلها جلابية، في عالم بتقلها قفطان، في عالم بتقلها فستان، إلها كتير اسماء. خبروني انتو شو بتقولوا لها ببلدكم او شو بتسموها. هيك موديلها، رح احط لكم الصورة تبع الموديل على جنب كرمال تشوفوا. هلا قماشتها وخامتها خفيفة وحلوة بنفس الوقت، وما بتخايل يعني. للصراحة مبينة حلوة. بدها كوي
بس غير هيك ما عليها اي حكي بصراحة، كتير حلوة نفس الصورة بالضبط. انا كتير حبيت، انتوا اعطوني رأيكم. طبعا على اللبس اجت كتير حلوة وانثوية لتقولوا بس وحاج. ولهون بيكون خلص الفيديو يا صبايا. خبروني شو اكتر شي حبيتوه انتو بالطلبية. انا مني وعلي بما اني مهووسة شناتي وشوزات، فاكتر شي بحبه بالطلبيات تبعي هي الشناتي والشوزات، وانه بتجيني بخامة حلوة ومرتبة. باي باي، لا تنسوا تشتركوا وتعملوا سبسكرايب للشانل تبعي.